دائما وكالمعتاد دائما من مصر اقتصاد، من مصر سياسة، من مصر اجتماع، من مصر كل ما يهم ويقلق ويفرح الشعب المصري. وفي هذه الحلقة سيكون موضوعنا عن الاقتصاد، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ محمد أبو الفتوح، استشاري وخبير اقتصادي. أهلا بحضرتك. ويسعدنا أن يكون معنا أيضا دكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي بالبورصة المصرية. أهلا بكم. بعد 30 يونيو حدثت مؤشرات مبشرة بالخير، ارتفاع في معدلات البورصة، زيادة وارتفاع في رصيد العملة الأجنبية، الموازنة الله أعلم إيه اللي فيها، وده اللي هنعرفه من حضراتكم النهاردة. هل نحن نسير على الطريق الصحيح اقتصاديا أم لازلنا نخطو خطوات بطيئة ومرتعشة نحو تنمية اقتصادنا المصري؟ ولنبدأ مع دكتور وائل. هو طبعا قبل 30/6 كان في تداعيات ل 30/6 او التلويح ان هناك ربما يكون احداث قبل 30/6 وبعدها يعقبها نوع من انواع التغيير الجذري السياسي في مصر، او ربما ان يكون هناك بعض نقدر نقول عمليات انتقاميه بعد 30/6 لا قدر الله. فاللي حصل بالضبط ان النظام السابق بالفعل قدر ان هو يوصلك في 30/6 لمرحله تلميس الاكتاف بالنسبه للاقتصاد او بالنسبه للدخل بتاعك او الموارد او مشابه ذلك. بمعنى ان هو وصلك ل 30/6 ان بالفعل عندك عجز في الموازنه العامه بتاعتك تقريبا حوالي 29.5 مليار دولار، محتاجه بالفعل من اول 1/7 لغايه شهر 11 قرابه 13.5 مليار دولار، محتاجه بالفعل من 1/7 لغايه تقريبا 30/6 السنه اللي جايه قرابه 33 مليار دولار، فيما معناه ان هو مثبت لك كل حاجه نحو صفر. فبيقول لك انا النهارده لو حصل تغيير او حصل اي حاجه انا بقول بسلمك البلد على حافه الهويه، بسلمك البلد عباره عن انك انت لازم يعني تقريبا تحفر بضوافرك وبايديك عشان تقدر انك انت تطلع اي حاجه تقدر انك انت تاكد بيها الشعب ده. فبالفعل قبلت الحال كثير من بعض دول الخليج، وان بالفعل النهارده بعضت مساعدات فوريه وليس كمفاوضات او بعض التليفونات والوعود وما شابه ذلك كما حدث من قبل. فبالفعل تقريبا كان في قبلة حياه من دوله الامارات من دوله السعوديه من دوله الكويت ادت بالفعل الى عمليه عجله نقدر نقول العجله الاقتصاديه في مصر تبتدي تشتغل. كان من 1/7 تقريبا الطاقه كانت هتبتدي تضل في مصر كلها نتيجه انك انت عليكي تقريبا موارد 3.7 مطلوبه منك قبل حتى ما يصدروا بعض الشحنات لاحدى الدول الصديقه للنظام السابق. فبالتالي كانت مصر كلها هتضل، واحنا شفنا وعصرنا قبل 30/6 كان نور بيقطع ازاي وبنزين كان التوفير عليه عامله ازاي. فبالتالي هو قدر ان هو يبعت لك قبلة الحياه تشغل العجله الاقتصاديه، تبتدي تشغل لك نقدر نقول عجله الانتاج شويه، تبتدي تجيب لك جزء من الموارد. ده مش كفايه بس كده، لا احنا شفنا كمان رؤيه اقتصاديه ان مصر في فرق بقى هنا في التعامل مع هذا النظام او التعامل مع 30/6 والتعامل مع قبل 30/6. بعض الدول الخليجيه النهارده لما بتيجي بتعرض عليكي انت اللي بتعرضي عليها اجندتك وتقول لك انا ممكن اساعدك في كذا. كان ما قبل 30/6 الدوله اللي كانت بتساعد تيجي تقول لك انا عايزه كذا وكذا وكذا. فبالتالي احنا كنا بنفرض الان اجندتنا على الاخر، انما قبل 30/6 كان الاخر يفرض اجندته عليه. وهو مؤشر مبشر بالخير ان شاء الله. كما قلنا في بدايه حلقتنا. استاذ محمد ابو الفتوح، نقطه تلامس الاكتاف في الاقتصاد المصري، قد يدرك البعض ان احنا داخلين على خطوات صعبه ومراحل شعبيا في استعداد ليها. لو وضحنا الخطوات دي وقلنا هل سنعاني اقتصاديا لمرحلة طويلة ولا المؤشرات الطيبة اللي قالها لنا دكتور وائل ممكن تحد من هذه الصعوبة؟ تمام. هو حضرتك الاقتصاد المصري بيتميز انه اقتصاد ريعي، يمكن من عهد ما قبل الثوره كان مرتبطين بالصادرات، والصادرات المصريه كانت هي اللي بتحرك الاقتصاد المصري من القطن مثلا وما شابه قبل الثوره. بعد الثوره ثوره 52 بدانا نتحرك في اتجاه التخطيط الاقتصادي وما شابه. الاقتصاد المصري بعد كده في المرحله التاليه اللي هي الانفتاح وما شابه بدا ان هو يبقى اقتصاد مفتوح بيحط تخطيط تاشيري اللي بيعتمد على الاستثمارات العربية والأجنبية وما شابه. الاقتصاد المصري الحقيقة طول الفترة اللي فاتت احنا يعني بعد كده دخلنا في فترة من 82 للتسعينات كنا برضو بنتحرك على أساس نفس فكر الاقتصاد الريعي أو الفكر ان استقرار سياسي بأي ثمن على أساس يتحقق استقرار، لأن استثمارنا كتير جدا لمرحلة الاستنزاف، يعني أخبرنا تريليونات في القطاع السياحي والسياحة مثلا في الساحل الشمالي، ودي أصبحت تكاليف غارقة في الاقتصاد. فأصبح الاقتصاد المصري اقتصاد ريعي، وده يمكن من أهم
ظل اقتصاد ريعي كما هو من بداية يعتمد على أنشطة ريعية زي السياحة، زي القطاع الزراعي، زي احنا النهارده في تحرك المصريين للخارج وما شابه. الاقتصاد الريعي ده طبعا في الأزمات السياسية أكيد يعني شبه بيتأثر كتير جدا أو بيتوقف في، زي ما احنا شايفين النهارده قطاع السياحة يكاد يكون متوقف. معدل النمو السنوي بتاعه بعد ما كان حوالي 13.5% نازل لحوالي 1.3. تحولات المصريين في الخارج اتضاعفت لظروف سياسية طبعا علشان بدعم الاقتصاد المصري وما شابه. العجز طبعا في مرحلة عدم الاستقرار السياسي وكده ازداد بدرجة كبيرة، وصلنا لحوالي 200 مليار عجز الموازنة السنة دي. كل دي عوامل طبعا لا تبشر بالخير، والاقتصاد احنا في مرحلة اللي هي بيسموها او انا بعتبرها مرحلة مخاض واستنزاف. يا اما الاوضاع تستقر والاوضاع تتحسن يعني هي مرتبطة بالنواحي السياسية اكتر، او ان الاوضاع هتتأزم اكتر، واحنا عندنا فعلا البلد فيها مشاكل تعتبر قنابل موقوتة كتير جدا، يعني زي معدلات البطالة النهارده 50% من قوة العمل، عندنا معدلات الفقر 50%، عندنا يعني العمالة موسم ما شابه، عندنا مجموعة مشاكل معقدة في الاقتصاد المصري. الحكومة او حكومة ما بعد الثورة حاولت تمتص الغضب الجماهيري ويتحقق نوع من الاجراءات اللي في ايديها، لان هي مفيش في ايديها وسائل كتيره، فبدات ان هي ترفع الاجور والمرتبات وما شابه، ده برضه يزود العجز في الموازنه. في نفس الوقت مفيش جديد اتحقق، لان العناصر الموازنه زي ما هي الاقتصاد المصري زي ما هو الاقتصاد المصري الحقيقه برغم كل اللي حصل في عوامل قوة كامنة كبيرة جدا. يعني لو ركزنا في الاقتصاد الحقيقي، لأن الاقتصاد المالي في عقبات كتير أو محددات كتير بتحد من حركة صانع القرار أو صانع السياسة، فما يقدرش يتحرك فيها كتير لأنها معظمها عوامل موروثة وعوامل اقتصاد دولي وبيئة دولية وما شابه. لكن عندنا في الاقتصاد الحقيقي عندنا من الكنوز ما يمكن تستخدمه، ولكن السلطة الحاكمة تحد يدها مجموعة من القوانين، مجموعة من الظروف السياسية، مجموعة من المشكلات الاجتماعية المترتبة على نظم سابقة. اسمحوا لي هنخرج لتقرير من الشارع المصري يكمل لنا باقي المعوقات اللي بتقابل تقدم الاقتصاد المصري في الوقت الحالي. يعني ربنا يكرم يا رب السياحة ترجع البلد تاني، والقناة السويس للبلد ويظبطوا البلد كده يبقى كويسين مع بعض، يعني الشعب تكاتف مع بعض، الشعب والجيش والكنيس مع بعض، بص البلد ترغب، غير كده مش هترغب. والله مصادر الدخل القومي في مصر كتيرة، منها وعلى رأسها مشروع تنمية قناة السويس دوت لازم نهتم بيه، وانا يعني ما نبقاش ايدينا مرتعشة في ان نتخذ فيه قرار، لان ده هيبقى حاجة كبيرة جدا وهيبقى هونج كونج الجديدة هنا. نمرة 2 ممكن السياحة دي لو رجع الامن هيرجع، خدت بالك، ممكن مع الامن برضه لما يرجع، ما هو ده من مصادر الدخل ان المصانع هتشتغل. احنا للأسف عندنا ان نعمل مشاريع ومصانع وكده زي الدكتور اللي بيفتح بطن مريض وبيسيبه، ان هنبدأ نشغل المصانع ديت، ما هي دي من مصادر الدخل. قناة السويس دي لوحدها دخلها ما شاء الله، وانا ليا برضه وجهة نظر، انا بقول يا ريت قناة السويس دي تبقى بالجنيه المصري، واخد بال حضرتك، هيبقى اكسب لنا واصلح لنا طبعا، ان اي مركز داخله او معديه هتجيب لنا فلوس زي ما احنا عاوزين بالجنيه المصري، والجنيه بتاعنا هيعلى، واخد بال حضرتك. عندك برضه البترول برضه مش شويه في مصر، البترول كويس جدا جدا جدا، وكان في الفترة اللي فاتت ما كانش موجود عشان كان بيتهرب. النهارده تخش حضرتك اي بنزيمه البترول موجود والناس بتستعمله والجاز موجود، مفيش النهارده اي مشكله في البلد الحمد لله رب العالمين. في دخل كويس جدا جدا للبلد، بس عاوز ايد امينه ونظيفه تحافظ عليه. والله هي معروفه، يعني اهم حاجه قناه السويس، السياحه، البترول طبعا بس محدود، الصناعه محدوده، فاهم عاملين عندنا دلوقتي قناه السويس والسياحه مهددين جدا. يعني حضرتك لاحظ كميه الامن
المتواجد على مجرى الملاحي قناة السويس، كمية التهديدات اللي جاية للمجرى الملاحي، وده طبعا بيأثر سلبا على أهم دخل رقم 1 في قناة السويس يعني. تاني حاجة السياحة، وزي ما حضرتك شايف يعني السياحة تكاد تكون معدومة، يعني احنا بنحاول محاولات تنشيط للسياحة، لكن لغاية دلوقتي طبعا ما نقدرش انها نقول رجعت ولو حتى بنسبة 60% يعني على الأقل. اختلفت آراء السادة المشاهدين والجماهير حول مصادر الدخل القومي، ولكن هناك ثوابت: قناة السويس والسياحة والبترول. شكرا لكم، كنتم معنا وهذا التقرير. مشاهدينا الكرام، بنجدد الترحيب بحضراتكم وبنجدد الترحيب بضيوفنا الكرام دكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي بالبورصة المصرية، والأستاذ محمد أبو فتوح الاستشاري والخبير الاقتصادي. وضع على رأس الحكومة بعد ثورة 30 يونيو خبير اقتصادي دكتور الببلاوي، وفي معاونته مجموعة من الاقتصاديين والاستشاريين لمعرفتهم الحقة بأن المشكلة الحقيقية في مصر هي اقتصادية بحتة. هذه الاختيارات هل يمكن أن يكون لها دور فاعل في وقف عملية الاستجداء قبلات الحياة الخارجية ومحاولة تنشيط عجلة الاقتصاد المصري الحقيقية بجميع منظوماتها سواء الضعيفة منها والقوية أم لا؟ هو أنا بس بختلف في حاجة صغيرة. احنا رئيس الحكومة النهاردة المصرية مش خبير اقتصادي، هو مفكر اقتصادي. وهناك فرق بين ما يفكر وما يمارس العمل الحقيقي ويقدر ان هو يطلع بنظرية جديدة. على سبيل المثال في الأزمة المالية العالمية اللي حصلت في أوروبا أو في أمريكا، لما جم يجيبوا ما جابوش دكتور مثلا برنامج جامعة كذا في أمريكا، جابوا راجل خبير تمام يحل المشكلة دي. على رأسها برضو في أوروبا لما جابوا ما جابوش مثلا لاجارد مثلا أستاذة بروفيسورة في جامعة كذا في فرنسا، جابوا خبيرة عشان تقدر تحل الموضوع ده. وهو ده اللي احنا عايزين نوضحه للناس، ان ما تدمج من نظريات في الماضي من الممكن ان يرفع تطبيقها في الحاجة. فبالتالي الوقت ده وقت ان الراجل الخبير ده يبتدي يجرب، يطلع بنواتج، يبتدي يحول نظريه تبتدي تطبق للجميع او تاخد من دوله لدوله. وقت للتجريب يا دكتور. احنا عايزين بس في وقت لاصلاح مصر. على فكره دوله غنيه جدا مش فقيره زي الرئيس متوقعه، بس المشكله كلها ان العمر الافتراضي بتاع كل وزاره ده صغير جدا. العمر الافتراضي نظريه او رؤيه الوزير صغيره جدا، كل فتره بيحصل تغيير وزاري. عشان كده احنا بنطالب من الحكومه دي، انا مش عايزك تفضل حاجه دلوقتي، انا عايزك تعمل لي دستور اقتصادي لمصر لغايه 2050. انت راجل مفكر، البعد عندك ابعد مننا. انا بتكلم النهارده كراجل خبير، اقدر اخد المخرج النهارده ازاي والسنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها، بس سنه 2050 دي بتاعتك انت مش بتاعتي. انا ممكن اقول والله انا همشي على قضيب القطر ده وتتغير الحركه طبقا لمتغيرات الظروف، سواء بغير المسار او ببتدي ابطئ السرعه او بسرع السرعه طبقا للمتغيرات اللي بتحيط بيا والكلام ده كله. فبالتالي انا محتاج دي منك انت النهارده، ومش هحاسبك على الفتره الانتقاليه سواء 6 او 9 اشهر، مش هحاسبك عليها بغض النظر عن خسائرها ايه او بغض النظر عنها، لان انا شايف ال 2050 ممكن اوصل لها ازاي. سيبني انا بقى النهارده كخبير اقدر اقول لك والله اكمل لك نخرج من المنظر ده ازاي، نطبق موارد النهارده ازاي، لغايه ما نمشي فتره ال 9 اشهر او 6 او 9 اشهر، وبعد كده ابتدي اتنقل للقضيب الثاني اللي هو اللي انت حاطته لي المسار لمصر، سواء جه بقى تيار اسلامي حكم مصر تاني، سواء جه تيار اشتراكي، جه تيار ليبرالي، ابقى عارف هويتي الاقتصاديه قبل حد ما يحكمني هي ايه، عارف اتجاهي نحو 2050 رايح فين، عارف ايه النهارده اللي هيدفع ثمن اللي نقدر نقول عليها خفض الدعم او ثمن الفوائد بتاع الدين او ثمن السلف او ما شابه ذلك، هيدفع قد ايه النهارده لغايه ما يوصل لسنه 2050 مكانه في سنه 2000. كل الكلام ده انا محتاجه منك على راس في مؤشرات لظهور هذه النظره المستقبليه في الوقت الحالي ام لا؟ حتى الآن مفيش. حتى الآن في حاجات تقدر تخرجك من المأزق اللي انت فيه، تقدر انك انت زي ما قلت لك مصر كانت تهاوى اقتصاديا بعد 30 سنة، ولكن الآن احنا بنحاول احنا ننتشر الاقتصاد المصري ده بسرعة البرق، فعشان كده بقول ده مش دور تمام. انما احنا النهارده على سبيل المثال احد السادة المشاهدين اسف في برنامج التقرير تحدث عن السياحة. هل النهارده الكلام في السياحه النهارده كوزير سياحه ما بيطلع بيتكلم احنا عايزين نجيب دفعات من السياحه من الخارج الى الداخل، عايز اقول له الكلام ده واحد لسبب واحد، انت عندك النهارده عراق سياسي ما بينك وبين الغرب، فبالتالي الدول دي بتمنع رعايا انها تنزل هنا مصر،
فبالتالي لازم تبقى رؤيتك رؤية أخرى واقعية. عبارة عن ايه؟ النهاردة الأقوى ان انا انجح النشاط السياحي في مصر والمنشآت السياحية اللي هي واخدة قروض وبتبتدي تصرف عمالة وتبتدي ترتفع التكلفة وفي إهمال في الصيانة فتبتدي تنهار البنية الأساسية والبنية التحتية لقطاع السياحة، ولا انتشر وانقذه. الهدف هنا انتشر الأول، بعد كده ادور اجيب سياحة من الخطة العالمية اللي من بره. اعمل ايه؟ النهاردة عندي في القطاع الحكومي المصري 6 مليون ونص. والله الراجل الأجنبي ده كان بيجي بأكله وشربه بطريقة ليلة ب 12 دولار، يعني فيما يعادل مثلا 70 جنيه. اجي النهارده اقول والله المواطن الحكومي ده انا هعمل له ضمان لمرتبه وضمان العائد اللي بيجي له كل شهر، ممكن اعمل له الليله الواحده مثلا ب 80 جنيه وهقسطها له مثلا من خلال احدى البنوك لمده سنه. الراجل هنا هيحس ان هو بقى فيه ولاء لبلده، وبلده بتحاول انها تطلعه تفسحه، وفي نفس الوقت بيدفع اكتر من الاجنبي، وفي نفس الوقت قدرت ان انا اجيب عائد انتشر قطاع السياحه من الانهيار، لان الفتره بتاعت التراكميه سواء سنه او سنتين ربما تنهار البنيه التحتيه وفوقيه قطاع السياحه. يبتدي النهارده دور على سائح مش هيجي فين؟ هيجي هل في مكان لا يليق به كسائح؟ فبالتالي لازم النهارده اهيئ له المكان احسن من الاول، تبتدي تفكر الاوضاع الامنيه، الاوضاع السياسيه، تبتدي النهارده اخد التورته حسيتي من التورته العربيه. انا عايز اوضح لحضرتك حاجه، ان مصر في عز جمالها وعز استقرارها والكلام ده كله كانت تقريبا تورتتها من العالم كله 1%. هل مصر كل تلت كلمة وثروات العالم سياحيا انها تاخد 1%؟ لا يليق بمصر ابدا سياحيا. وعايز اوضح لحضرتك حاجه ثانيه، ان قطاع السياحه اثر اكبر ضرر على قطاع الزراعه. عشان كده النهارده عمالين بيقولوا والله في قطاع الزراعه الاسعار بتطلع عليه احنا مش عارفين. لا، لازم تعرف الكلام ده حذرنا من 6 7 اشهر. الفلاح المصري اول من دفع ثمن الثوره في مصر سواء الاولى او الثانيه. الراجل ده كان يحصل اعتصامات ويحصل قطع طرق وكباري وطاقه مش متوفره، الكلام ده كله. الراجل كان بيصحى بعد صلاه الفجر ويعزق بالفاس بتاعه ويروح يجيب البنزين بتاعه ويحاول يطلع الميه ويوصل الزرع بتاعه لغايه الناس هتشتري وتاكل ومحدش سأل فيه. الراجل ده كان بينتج ل 12 ليله سياحيه في القطاع السياحي ما بقوش موجودين. لازم تاخد ده في الحسبان. لما اختفت التورته السياحيه او المجموعه بتاعت 12 مليون ليله سياحيه كانت موجوده، كان 12 مليون ليله، يعني الراجل ده 3 وجبات في اليوم اكل. انا كنت بتجله كفلاح وبدي للفندق او للقريه او عشان ياكل، فبالتالي ده بقى صائر عنده. فبالتالي تكلفه النهارده الزراعه بتاعته بقت مخساره، سبت يوصل لمده سنتين. فبالتالي قطاع النهارده الزراعه اصبح يعاني هو الاخر من مشاكل كبيره جدا نتيجه ارتفاع اسعار التكلفه، نتيجه عدم وجود المحروقات، نتيجه كل الكلام ده كله. كان لازم النهارده في حكومه الدكتور الجنزوري ان ما يبقاش رئيس وزراء. الدكتور الجنزوري ده رئيس وزراء، انا عايز رئيس وزراء. يقعد الراجل بتاع السياحه ويقعد الراجل بتاع الزراعه. طبعا نعم. الدكتور البدلاوي النهارده بيتعامل ان هو رئيس وزراء، يعني رئيس وزراء كل وزير يشتغل لوحده من غير مجموعه وزاريه متكامله. احنا قلنا انه مفكر، فالمفروض ان يبقى فيه نوع هو فضل ان يبعد عن عبايه المفكر وقال لك انا في عبايه الخبير، يتحمل نتائج عبايه الخبير. زي ما بقول لحضرتك، لو كان قاعد وزير السياحه وقال لك انا هيحصل عندي النهارده مشاكل في قطاع السياحه، هيأثر على قطاع المقاولات، هيأثر على العماله، هيأثر على قطاع الزراعه، يبقى الراجل وزير الزراعه قاعد هيأثر عندك قد ايه؟ انا عندي في 12 ليله كذا 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 هقدر عليها بكذا كوزير الزراعه. هذا النهارده الراجل بتاع الطاقه او البترول يجي يقول لك الله طب انا كده محتاج ان انا اوفر للفلاح كذا وكذا. المنظومه كلها مش متكامله، كله بيعزف عمل انفرادي لوحده، وكله عايز يقول ان انا اهو مع ان المجاميع دي كلها كانت بتطلع على شاشه التلفزيون وبتطلع في البرامج على اساس ان هم عندهم الحلول العبقريه، معاهم الفانوس السحري اللي ربما يغير مجرى مصر اقتصاديا وربما يغير مجرى مصر اقتصاديا واجتماعيا، ولكن الحاله العمليه هي دي اللي بتفرق. عشان كده قلنا الغرب لم ياتوا بدكاتره في الجامعات ولم ياتوا بكذا وكذا، ولكن اتوا بخبره حتى يجعلوا ان هناك نظريات نبعت من حل المشكله تفضل يعني. فبالتالي ده المفروض انه يحصل. استاذ محمد ابو فتوح، حضرتك ذكرت ان اعتماد الاقتصاد المصري على نظام الريع، ما هو البديل؟ والله البديل يعني انت كنت تعتمد هو اقتصاد الريع ان انا معايا موارد محددة بحاول استفيد منها اقصى استفادة ممكنة مع محاولة تعديلها وتنظيمها لإيجاد هذه الاستفادة. ايه البديل للنظام ده؟ والله حضرتك هو الاقتصاد الحقيقي. يعني احنا لحد النهارده بنتحرك مثلا في قطاع السياحه، قطاع الخدمات، القطاع الزراعي، قناه السويس، يعني دي الهياكل الرئيسيه اللي بتعتمد عليها الموازنه واللي بتمثل دخل الدوله. طيب العائد ده محدود. النهارده لما بدا يزود الاجور طبعا هي زياده عشان أعباء المعيشة أو الأغراض الاجتماعية أو الأسباب الاجتماعية. الزيادة ديت انعكست في عجز تفاقم عجز الموازنة، انعكست برضو تخفيض سعر العملة حسن الصادرات شوية، لكن المشكلة ما زالت موجودة. يعني عندنا مشاكل هيكلية في الاقتصاد المصري لازم تطرحها. طيب احنا عندنا الحلول في الاقتصاد المالي أو القطاع المصرفي والبنكي والسياسات المالية محدودة، لكن عندنا في الاقتصاد الحقيقي ما فيش
وزارة في مصر من بداية التخطيط الاقتصادي اللي هو في الخمسينات والستينات إلى اليوم اتجهت للاقتصاد الحقيقي، باستثناء بعض مشروعات في عهد عبد الناصر وما بعدها زي شرق العوينات أو توشكي أو كده، حتى كانت مشروعات غير مكتملة. احنا عندنا في مصر ثروات مهولة المخطط الاقتصادي المفروض يتجه لها. يعني احنا عندنا في مصر النهارده عجز الموازنة وصل 200 مليار دولار. في عندنا موارد، يعني انا كنت عامل خطة اصلاح للوضع الاقتصادي مسماها خطة الانقاذ الاقتصادي، خطة قصيرة الاجل. ممكن ان احنا نغطي ال 200 مليار دولار من موارد حقيقية في الاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت بنشتغل في مشروعات في الاقتصاد الحقيقي بتحل مشاكل اقتصادية واجتماعية في منتهى الخطورة، زي البطالة، زي انخفاض الدخل القومي، بتخلق موارد اقتصادية جديدة. يعني ممكن بنتكلم في اكتر من 2 تريليون دولار يعني اضافة سنوية للاقتصاد المصري، بنتكلم فيهم 400 مليار دولار عائد سنوي مباشر. ممكن من 2 ل 3 يعني من 2000 ل 3000 مليار، 2 ل 3 تريليون اللي هي الوفرات الاقتصادية. تمام. الكلام ده كله غائب عن يعني عقل المخطط الاقتصادي او صانع السياسة. هو كل اللي بيتكلم عليه ان هو بيجي بيتكلم على سياسات مالية وسياسات اقتصادية. طب هنعمل ايه؟ هو في النهاية عنده بيزود حجم الاصدار، بيمول بالعجز، العجز بيزيد، المدخرات ضعيفة، رأس المال الاجنبي مش هيجي طول ما يعني احنا في حالة عدم استقرار سياسي والاوضاع مش معروف رايحة فين. فاحنا المفروض في المرحلة ديت بنحط البنية الاقتصادية والسياسية السليمة، لان مفيش بديل. لازم يتحقق استقرار سياسي. استقرار سياسي مش هيتحقق بدون رؤية واضحة واستقرار اقتصادي واجتماعي. يعني ايه هيحقق؟ يعني لازم المنظومة تتحط صح، لازم يبقى فيه رؤية للمستقبل. هو في الأجل القصير ده مش هيقدر يعمل حاجة. تمام. يعني بنتكلم في 3 شهور أو 6 شهور، لكن يقدر يحط دستور مظبوط بيحقق أمال المصريين، بيحقق تطلعاتهم. يبتدي المصريين بيركزوا، يعني بيلعبوا في تريك. أصبح الموضوع بدل ما هي مظاهرات في الشارع واعتصامات واغتيالات وما شابه، عمل ومنافسة على الإنجاز. بالظبط كده. الحلول العاجلة بتعيق النظرة المستقبلية، خاصة إذا كانت الحلول العاجلة بتضم فئات معينة في المجتمع المصري. زيادة مرتبات لفئات حكومية وفئات عاملة في قطاعات خاصة، وباقي الشعب مغيب. ولما يحصل ارتفاع في الأسعار تحصل حالة تضخم لا تنفع اللي ملوش مورد ثابت ولا تنفع اللي زدناله في دخله الثابت، وغيرها من الحلول اللي شفناها اللي أصبحت عائق أمام متخذ القرار في الوقت الحالي. رأي حضرتك في مثل هذه الحلول وكيفية تدارك الأمر وكيفية توزيع ما هو موجود على الشعب كله بصورة عادلة هتضمن رغبة الكل في العمل؟ بص حضرتك، انت اتكلمت مصرية وعايشة جو الواقع المصري خلاص، غير انا متعلم بره واخد الدراما من بره وبتفرج على شخص اجنبيه وقنوات اجنبيه، فبالتالي تفكيري طبقا للكلام ده كله. خلاص احنا طالبين تمثيل هذه النظريه او تمثيل هذه الافكار تبقى نظريه مصريه. مش عايز اقول لك وخد بالك ان انا عايز ازود مرتبات 10%. اللي يعمل 10% ده مع احترامي مش عارف تركيبه المجتمع المصري عامل ازاي. لو جينا اتكلمنا النهارده حضرتك كاسره مصريه، ربما عندي النهارده باخد 1000 جنيه، انا رب الاسره 1000 جنيه، بس عندي ولدين النهارده في البيت مش شغالين. طب ازود 10% اديك 100 جنيه زياده وبرضه الاثنين دول مش شغالين، ولا احاول اوفر وظيفه واخد واحد من دول اشغله لك ب 500 600 جنيه يبقى دخل الاسره ده 500 جنيه. ده المفروض كده. يبقى النهارده دخلك بدل ما يزيد ال 10% يزيد 100 جنيه والاسعار تزيد وتاكل وتلتهم ال 1000 جنيه كلها تاني وال 1100، وبالتالي يفضل العاطل عاطل ويفضل الباطل باطل ويفضل الدخل مش قادر اوفر باحتياجاتي. يبقى النظريه هنا كيفيه تخليق وظائف العمل. تمام؟ تخليق وظائف العمل دي اسهل ويمكن موجوده في مصر، بس احنا ما عندناش مع الاسف اقدر اقولها احنا ما عندناش في مصر بطاله، احنا عندنا عطاله. تمام؟ لما تيجي تقولي والله في بطاله اقول لك بنت حالتك وجوك العام وشرعك ومواصلاتك وبيتك زي اوروبا بالظبط. اوروبا يقدروا ان هم يبقوا عندهم بطاله، مستوى النمو ما فيش خالص، ما عندهمش مستوى نمو. لما انت عندك الميه ملوثه، عندك الطريق مكسر، عندك الكباري ملوثه، عندك التعليم المدارس مش كويس، عندك حتى لما تروح تدفعي فلوس عشان تخلصي رخصه بتتبهدلي وتروحي، عشان تروحي تتعالجي هناك بتتبهدلي وتدفعي فلوس، وانت رايحه هناك تشرع كارثه. كل دي مصادر
اقدر اشتغل فيها. طب اعمل هاجي اقول يا عم لو الاجور كلها في مصر 170 مليون تمام خلاص يا سيدي انا السنه دي مفيش زياده، ال 10% اللي هدي اللي هي تعادل 17 مليار انا هوفر بيها فرص عمل فيما معناها ايه؟ اقدر اخد 17 مليار دول هاخد منهم 12 مليار بس ويبقى عندي متبقي 5 مليار جنيه خلاص هشغل تقريبا بيهم حوالي مليون واحد خلاص وكل واحد هياخد خفض في الأجور ولا هيشيل زياده. انا بقول يا جماعه السنه دي احنا ما عندناش زياده في الاجور 10% بس انا هزود لك دخلك. ازاي ازود الدخل؟ انا هشغل لك ولد من ولادك اللي هم موجودين عندك دول هياخد كام؟ هياخد 1000 جنيه تمام. يبقى انا دخلت للاسره النهارده 1000 جنيه زياده. لو بنت هتتجهز لو ولد هيشتغل وجاهز نفسه يبقى هيبتدي يشتري بضاعه ويشتري حاجات والعجله الاقتصاديه تشتغل والراجل اللي حقق ارباح نتيجه الشراء ده هيبتدي يدفع ضرائب للدوله هيبتدي يعمل عمليه التنميه. ده المفروض كده اللي يحصل. طب اشغله فين؟ عندي النهارده زي ما قلت كل المرحله كلها من تقومي من النوم لغايه ما ترجع تاني البيت كل ده محتاج موظفين. كل ده محتاج ان انا النهارده اشتغل فيه. يبقى ما تقوليش البطاله ومعدلات واجيب منين؟ لا تقدر تجيب. ما تعتبرش تقول والله مليار دولار ان شاء الله 4000 لا الحته دي خلاص راحت عليها المليار دولار ان شاء الله 4000 واحد بعد كده المشروع بتاع المليار دول يخسر يبقى الاربعه بقى 4000 بقوا عاله فبالتالي بقى بتدعم الرقم ده فبالتالي ديونه زادت يعني ماشيين في دوامه كلاسيكيه قديمه عفى عليها الزمن. انما اليول في مصر او اي وزير او رئيس وزراء عندنا بطاله او تكاذب احنا عندنا عطاله. البطاله دي لما احس ان انا مواطن من الدرجه الاولى بتعالج على احسن علاج بتعلم في احسن مدارس بشرب انظف انواع المياه باكل انظف انواع كل ده محتاج موظفين. اقول لحضرتك لدرجه انت رايح شرع عقاري بتقول له اتفضلي فلوس بيجي تبهدلي وانت واقف بتقول له اتفضلوا فلوس عشان الرخصه بيجي تبهدلي وانت واقف. ايه المشكله؟ انا ايه المشكله؟ وتقول لي اصل انا تفصيل انا بقول لك ده انا اللي همول لك ده مش انت اللي انا اللي مموله. احنا كموظفين هدفنا ان احنا نرقي مصر. احنا كالنهارده مجتمع مصري عايزين نرقي المجتمع ده. طب ازاي؟ مش عايزين ازاي احنا مساعدين نتنازل عن الزياده الثلاثه او بلاش نتنازل عليه. احنا قلنا 12 مليار بس اللي هتتاخد ما عندي 5 مليار وزع على الدخول من الخفض 5 مليار دي واخد بالك اللي هو الراجل 600 جنيه و700 وزع له 5 مليار وخلينا احنا اللي فوق كده فوق ال 1200 ندفع ثمن التكلفه دي. اذا شغال ابني وابن وابن اخويا وابن اختي وتبتدي العجله الاقتصاديه. صدقني اول مليون واحد لو اشتغلوا هتلاقي النهارده العجله في مصر اشتغلت. ولو انا عندي حل المشكله ان انا شغالك برضه مليون واحد تاني بنفس الطريقه المشابهه دي وما خرجتش بره المواطن العامه ولا قربت الدعم ولا قربت لاي حاجه خالص. كل المنظومه كلها بدل ما الميه عايز التوجيه همشيها لما ما هو موجود من موارد بلاد ده احنا دبرنا احنا قاعدين بنتكلم مليون فرصه. جميل. الاستاذ محمد ابو الفتوح كنا في حلقات سابقه قبل 30/6 نتكلم ايه المشروعات القوميه اللي نحط كل تركيزنا عليها في الوقت الحالي علشان ننهض بمصر. هل نفس النغمه هنمشي عليها في الفتره الحاليه ولا هيكون الحل؟ والله حضرتك هي المشروعات دي يعني دي سبقتها مجموعه دراسات دي مشروعات حيويه يعني مصير حياه او موت بالنسبه للاقتصاد المصري. ان احنا عندنا في مصر مشاكل هيكليه واختلافات يعني فادحه في هيكل الاقتصاد القومي. فعشان نحلها طبعا دي افرزت مشاكل اقتصاديه واجتماعيه عديده جدا. فعشان نحلها ما فيش قدامنا غير المشروعات. والمشروعات دي على فكره يعني بتحقق طفره تنمويه هايله بتحول الاقتصاد المصري من مشكله ان هو اقتصاد ندره لحد النهارده عندنا ندره ميه عندنا ندره موارد عندنا لاقتصاديات وفره. ان احنا بنحل المشاكل الرئيسيه في الاقتصاد المصري. يعني مثلا اما بنتكلم عن الزراعه بميه البحر احنا عندنا دخلنا في مرحله الفقر المائي. تمام. مرحله الفقر المائي يعني في الخارج بيعتبروا اقل من 1000 متر دي مرحله الفقر المائي. احنا النهارده وصلنا 800 متر متوسط نصيب الفرد. طيب عندنا انفجار سكاني وكثافه سكانيه كبيره. المساحه الزراعيه بتقل. البديل طالما الزراعه بميه البحر ناجحه في مشروعات فيها بتحقق عائد وتحل مشاكل. يعني انا قلت لحضرتك قبل كده في حلقات سابقه ان احنا لو زرعنا 10 مليون فدان بميه البحر نقدر نحل مشكله اللحوم والالبان والاسماك والبيوديزل ليه؟ احنا نقدر يعني يبقى عندنا مراعي طبيعية تكفي ب 60 مليون راس. 60 مليون راس يبقى أسعار اللحوم عندنا هتبقى بنفس سعر المستورد. اللحوم بيبقى معاها ألبان يبقى معاها بنتكلم عن حل مشكلة الزيوت احنا بنستورد 90%. عندنا أخشاب كذلك بنستورد 90%. حلينا مشكلة الأسماك يعني احنا بنتكلم عن مية بحر ومعظم النباتات دي تعتبر بيئة مناسبة للأسماك وحتى أنواع مميزة منها يعني زي الجمبري وما شابه.
بنتكلم عن حلول جذرية لمشكلة المية في 5-6 مشروعات ثانية بتحل مشكلة المية تماما. يعني ممكن توفر لنا موارد مية عذبة أكثر من 500 مليار متر مكعب سنويا متجددة. موارد في الأفكار يعني كان في قبل الثورة الصناعية في أوروبا كان في فكر أو مفكر موجود بيسموه مالثس. مالثس ده كان بيقول إن لازم يحصل إبادة للسكان، إن السكان بيزيدوا بمتوالية هندسية لكن الموارد بتزيد بمتوالية عددية، فمفيش مشكلة يعني مفيش مستقبل، والمستقبل مظلم ولازم نقلل الانفجار السكاني ولازم الكلام ده كله ثبت فشله. يعني للأسف نظام مبارك كان بيروج لنفس الأفكار ايه اللي اثبت فشل نظريه مالثس ايه. وعلى مستوى الواقع الثوره الصناعيه لما طلعت في مفهوم جديد اللي هو البحث العلمي. دور البحث العلمي النهارده في نفس المشاكل اللي موجوده بتحل لنا نفس المعضلات اللي موجوده اللي هي المحدوديه الاقتصاديه وبندخل على مستوى اقتصاد الوفره. مجرد نطبق ابحاث علميه موجوده وثابته والمشروعات موجوده ودراساتها موجوده. أستاذ محمد أبو فتوح الاستشاري والخبير الاقتصادي ودكتور وائل نحات الخبير الاقتصادي للبورصة المصرية، هنتابع مع بعض تقرير صغير ونرجع نكمل حديثنا إن شاء الله. من وجهة نظر حضرتك كيف يمكن النهوض وتطوير النظم الاقتصادية المصرية؟ يعني هي اهم حاجه ان البلد كلها تشتغل، كله يشتغل. لو البلد كلها اشتغلت هتبص تلاقي العمليه بقت كويسه ان شاء الله. راس الحربة في مصر المفروض هو السياحة، ده راس الحربة. لكن السياحة تجينا ازاي مع السكيورتي او الامن اللي مش متواجد ده؟ يا سلام لو نحقق الامن زفرت نمرة واحد. الامن هيجيب لي المستثمر وهيجيب لي السايح والمصانع تشتغل واللي معاه فلوس يجيبها ويشغل بيها الناس. هي في يعني مصر الحمد لله ربنا حبيها بحاجات كتيرة جدا. يعني السياحة دي مش محتاجة منا اي حاجة. الاثار احنا عندنا ثلث اثار العالم، والاماكن السياحية كتيرة ومترامية في مصر مترامية الاطراف. بس السائح يجينا ازاي ومفيش امن؟ يعني انا مبسوط جدا من المبادرة اللي عملها وزير السياحة مع وزير الطيران على ان ممكن تبقى سائح في مصر ب1000 جنيه. شوف 1000 جنيه تيجي مين بقى اللي يدي الضوء الابيض دوت للناس عشان تعرف الموضوع ده؟ الاعلام المفروض ايه تعالوا على ان العمل بقى لازم الناس كلها تعمل. ربنا بيقول ايه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. عندك مصانع كتيرة جدا جدا اتقفلت في مصر، معطلة الدنيا طبعا ومعطلة الشباب. انا بناشد رجال الاعمال اللي هم اساسا من البلد وخيرهم خير البلد اساسا منهم اساسا، وطول عمرهم عايشين في البلد دي، والبلد دي حافظت عليهم لحد ما خلتهم رجال اعمال وناس كويسه جدا ان هي تساعد بعض المصانع المقفوله دي كلها عشان الاقتصاد بتاع مصر يعلى، وفي نفس الوقت الشباب دي كلها والعمال اللي قعدت من غير شغل تبدأ تشتغل وتدور البلد كلها. والبلد بتاعتنا هتبقى كويسة جدا لو كلنا حافظنا عليها واشتغلنا بيرضي ربنا، هتبقى بلدنا أحسن من بلد أي حد. استعادة الأمن كان هو أهم المطالب التي نادى بها الجماهير حتى يتم تنشيط الاقتصاد المصري وإعادة بناء الاقتصاد المصري مرة أخرى. شكرا لكم، كنتم معنا وهذا التقرير. دكتور وائل نحات كخبير اقتصادي بالبورصة المصرية، هل المؤشرات الحالية للبورصة المصرية مع ارتفاعها المضطرد عما قبل 30 يونيو تعتبر مؤشرات مبشرة بالخير، مؤشرات حقيقية على قرب استقرار الاقتصاد المصري أم لا؟ بص النظرية اللي هي ان البورصة هي بلد الاقتصاد، الكلام ده مع احترامي للجميع ده كلام فارغ لسبب واحد بس. لو ان الكلام ده حقيقي يبقى بالتالي الاقتصاد الامريكي اللي هو عليه تقريبا سقف دي 16.7 تريليون يبقى ده اقوى اقتصاد
الموارد واحتمال التوقف عند فرق التدريب بالكامل. لو البورصه بتاعتها والانشطه اللي بتطلع دي كلها بتعبر عن اقتصادها يبقى احنا بنضحك على بعض. تمام. لما نيجي نرجع للتحليل الفني ونرجع للمؤشرات يبقى احنا بنلجا هنا لحاجه فيها مضاربات او حاجه فيها ارتفاعات قياسيه يبقى في مضاربات عنيفه. فبالتالي ليست هنا او في التوقيت ده ما بروحش للارقام الاقتصاديه او بروح للارقام الماليه او بروح للنتائج او اي شيء ذلك. انا برجع للارقام او للتحليل الفني بتاعي. النقطه دي بتولي وضح لي كذا دي نقطه مقاومه نخليها قوه شويه فيها عديتها وكملت الاخر. تمام. فبالتالي الفتره الحاليه سواء في بورصه مصر او بورصه الخليج او حتى البورصات الاوروبيه والامريكيه هي بالفعل تمر باشكال فنيه ومنحنيات فنيه لا تعبر عن حقيقه اقتصاديات هذه الدول. فبالتالي المؤشرات هنا هتعتمد على الشكل الفني، والشكل الفني ده موجود في أي موجة، هل موجة مرتفعة متوسطة الأجل أم طويلة الأجل أم قصيرة الأجل. فبالتالي يعتمد مرة أخرى على نقطتين، نقطة مقاومة ونقطة دعم. فكده أتعامل وأتحكم في أموالي بسحبها أو ضخها أو تقليصها أو بني أرباحها بناء عن هذه النقطتين وبناء عن الموجة والويب اللي أنا فيه كله. تمام. فبالتالي لازم نركز كويس جدا ان مؤشراتنا لا تدل عن حاله اقتصاديه جيده ولا حتى عن وضع امني جيد ولا حتى عن اي شيء جيد. تمام. وربما يحدث حدث سيء والمؤشرات ترتفع، وربما يحدث حدث سيء في مؤشرات البورصه للاسف احنا كنا دايما بنشوف لا ارتفاعات ولا انخفاضات موازيه تماما وموافقه تماما لبعض الازمات اللي كنا بنشوفها سياسيا وامنيا. حضرتك تفسر بايه؟ لا هو الموجة دي فيها ايه؟ الموجة صعبة. تمام. يعني على سبيل المثال الاسبوع اللي فات تمام عندنا الحادثة بتاعت محاولة اغتيال غير الداخلية. البورصة النهارده اتأثرت لمدة نص ساعة ثم عودت ارتفاع مرة أخرى. إذا الحدث امتص البورصة امتصت الحدث وعودة صعود ليه؟ الاتجاه بتاعي كان صاعد بالفعل، نزل منطقة 5170 المؤشر عمل رئيسي شيء 30 وعود صعود لغاية النهارده وصل 5500. بالرغم ان كان عندي برضه امبارح حدث مرة أخرى اللي هي أحداث رفح. تمام. برضه قدر ان هو لمدة نص ساعة أو ثلث ساعة قدر ان هو يمتص الصدمة ويرجع يعود صعود مرة أخرى. وأقوى ارتفاعات تقريبا حصلت في البورصة المصرية في أحداث عنيفة جدا، أحداث كبيرة، احداث كنيسه القدسيه وكنيسه البابا مش عارف كل العناصر دي بتدل على انها ربما ان يكون هناك مشاكل امنيه عنيفه جدا وربما تدخل مصر الى نوع من انواع نقدر الصراع الطائفي او الصراع العقائدي. وبرغم ذلك البورصه تختلف عن هذه المواقف وكبرت الصعود بتاعها. وفي نفس الاوقات ممكن تبقى نتائج اعمال جيده جدا ولكن المؤشر العام بتاعي واخد اتجاه هابط مهما نزل من خبر جيد ما يقدرش يعمل في الاتجاه ولا يطلع صوت. فده اللي احنا بنمر بيه. المؤشرات احنا موجودين في اي موجه، هل هي موجه صاعده او موجه هابطه، والمدى بتاع الموجه دي هل متوسطه ولا قصيره ولا طويله، ثم مناطق دعم مقاومه هو ده اللي بيتحكم في المؤثر الاقتصادي الرئيسي في هذه المؤشرات. تمام. داخلي ام خارجي؟ المؤشر الاقتصادي حاليا بقى بيجي لي من بره ما بيجيش من جوه. ليه؟ لو النهارده الدول العربيه وانا عندي يعني على سبيل المثال في المنظمه العامه انا بعتمد تقريبا على اجمالي الدخل بتاعي من الضرائب بقرابه حوالي 75%. ده مش كلام. يعني انا النهارده 365 مليار من اجمالي 485 مليار من الضرائب بس. طب العجله واقفه هجيب منين؟ فبالتالي انا دلوقتي واقف على ايه؟ على الموارد اللي جايه من بره، المعونات اللي جايه من دول الخليج، المعونات اللي جايه من اوروبا، رجال الاعمال اللي ابتدوا يرجعوا استثماراتهم تاني، الشركات اللي ابتدت تدفق ليها تدفقات اموال عشان تتوسع في مصر مره اخرى. كل ده فكده انا بستورد المعدلات اللي جايه من الخارج وليس من الداخل وبرجع اصدرها تاني. تمام. ده في حد ذاته جيد مش سيء، لا ده جيد. ليه؟ هيعمل لي بنيه استثماريه وهيبتدي العجله الاقتصاديه تشتغل، يبتدي النهارده يتحقق لي ناتج قومي، يبتدي النهارده اجيب ضرايب، يبتدي النهارده بشغل عماله، يبتدي النهارده هبيع. يعني العمليه والمنظومه كلها تبتدي تكتمل. ولكن النهارده انا ايه القوانين واللوائح والتشريعات اللي هيجي المستثمر من بره يجي يخش البنيه التحتيه للمستثمرين تمام بالاخص اللي كانت الدستوري في دلوقتي تعاطف مع مصر. في تعاطف مع مصر في الوقت الحالي ورغبه في المساعده. ولكن هل احنا هنساعد نفسنا؟ هل احنا هنقدر نساعد الناس دي تساعدنا؟ تمام. احنا لازم النهارده نوفر لهم مش تسلم الايادي ويجوا هنا والكلام الجميل ده كله. لا انا النهارده لازم بقول له والله انا محتاج النهارده مشروع تنميه انت تعالى شاركني فيه. تمام. بس المشروع النهارده ده هيبتدي يجيب لي عائد كمان 4-5 سنين بس هيشغل لي عماله النهارده وبكره وبعد. طب الفتره دي كلها انا هصرف منين؟ كدوله هل هيسلفك تاني؟ مش هيسلفك. يبقى النهارده نعمل ايه؟ نقعد اعاده غربله مواردنا زي الدكتور قال بالظبط. انا عندي النهارده بدل ما انا كنت بفضل الماده الخام اعاده تصنيع هذه الماده الخام بلاش اعاده تصنيع. احنا عندنا مشكله كبيره جدا برضه قعدنا نتكلم عليها اعلانيا وسياسيا ان احد رجال النظام اللي في نظام مبارك كان تقريبا مستقل في صناعه الحديد. طب الراجل ده مش مين اللي حل مكانه هنا في صناعه؟ مفيش حد. خسرنا مساحه تسويقيه على مستوى العالم كان بيدينا مليارات. طب دور الدوله هنا اللي تدخل مش هتعمل بقى مصر 5 سنين
وتاخد من الراجل ده من المصنع بتاعه وتسوق حسابها للخارج وتاخد العمله الصعبه. ده كان الفكر المفروض الدوله تعمله، ما تختارش سوق. الدوله هنا خسرت اسواق كتيره جدا، في قطاع الاسمنت نفس القصه، خسرنا اسواق كبيره جدا للخارج. كنت الدوله هنا في ايام السادات في عصر الانفتاح لما كان في خلل في الميزان بتاعنا التجاري، قدرت النهارده احدى الشركات اللي انشاها الرئيس الراحل السادات ان هي تقوم بتعويض مصر بالعمله الصعبه، وفي نفس الوقت توصلي كنت تبقى همزه ربط ما بينك وما بين افريقيا تحت. فانشات الشركه دي تاخد من الفلاح المصري وتصدر لافريقيا، تاخد من المصنع المصري وتصدر لافريقيا، خدت العمله الصعبه وعملت مساحه تسويقيه وابتدت تعمل عمليه ايرادات زياده وتنوع. يبقى انا المفروض بعد ما تهز العرش بتاع الاقتصاد المصري وصلت مساحه تسويقيه كبيره جدا من الخارج، يبقى انا المفروض من الشركات دي اللي اتعثرت عن طريق الرجال عاملين النظام اللي فات اخد انتاجهم اسوقه لحساب الدوله واديلهم فلوسهم وحصل الفائده في الدوله. غير كده النهارده لما نيجي نقعد كل واحد يقول لك احنا هنحاسب النظام اللي فات واللي قبل اللي فات واللي قبل اللي فات، هيجيبوا مستثمر تاني ازاي؟ ما كل نظام يمشي هنحاسب انا عليه. الدوامه المفرغه اللي احنا موجودين انما فيها في حته صغيره بس استكمالا انا اسف كده. بتمنى من المصريين في مصر بدل ما نعاقب ونبتدي نسحب شركات ونغرب، لا، في عقود اتمضت مصر لازم تحترم عقودها، بس انا ممكن اتحايل عن طريق وزاره مهمه جدا في مصر. الوزاره دي تقريبا مش على الساحه، تمام؟ وزاره البيئه. تمام؟ وزاره البيئه الوزاره الوحيده اللي تقدر تجيب اللي ضاع من مصر من اموال عن طريق شركات الاسمنت اللي اتباعت بتراب الفلوس، تمام؟ واتباعت باموال البنوك المصريه للاجانب، خلاص، وبتصدري وبتاخدي عائد لحسابك وبتصدري كمان طاقه واخبارك مضاعفه. اعمل ايه؟ عن طريق وزاره البيئه تقدر ان هي عن طريق القوانين والاعراف الدوليه ترجع على هذه المصانع وتجبر المصانع انها تعمل عمليه تنميه مجتمعيه في المكان اللي حواليه، تنشئ مستشفيات، تنشئ مدارس، تنشئ. يبقى بالتالي انا خدت حق الدوله ضاع، وفي نفس الوقت انا كدوله مش قادر اخش ده المصانع او برنامج الخصخصه اللي راح من فلوس وائل من 20 سنه برجعه تاني لابنه ولابنه عن طريق الانشاءات الجديده اللي احنا بنتكلم عليها. فالمفروض يبقى ده الفكر ازاي احنا النهارده اخلي ذكاء اقتصادي وذكاء سياسي في محاولة تعويض ما فات ترجع مكان منها وترجع مكان منها، مش مجرد رفع قضايا ومعاداة بعض المستثمرين اللي كان كل هدفهم انهم جايين يستثمروا في مصر ومش مشكلتهم ابدا الفساد اللي كان موجود. جميل. اسمح لي استاذ محمد ابو الفتوح، من ضمن البنية التحتية المطلوب وجودها لنجاح الاستثمار الخارجي والمعونات الخارجية اللي جايه من الخارج، ده المفروض يعني نستغلها بقدر الامكان بصورة ايجابية، ان احنا نضع القوانين ونؤسس لمستقبل قانوني يضمن للجميع حقوق سواء المستثمر الخارجي او للمصريين. وده مش هيجي لنا الا من خلال الدستور اللي بيتم مناقشته في الوقت الحالي، وعلى امل وضع دستور جديد لمصر. راي حضرتك اهم البنود المفروض تكون موجوده واللي كان موجود وغير مفعل؟ بالظبط. هو حضرتك احنا عندنا يعني المشكله في النظام اللي فات والنظام اللي قبليه ولحد النهارده ان عندنا يعني السبب الرئيسي في انهيار الاقتصاد المصري التنميه والفساد، اللي هي الفساد اللي هو بيعرقل المعرقل الرئيسي للتنميه. هو احنا كنا بنقول في تنميه الفساد الحقيقي. علشان نخرج من حتى المعضله السياسيه اللي موجوده، يبقى لازم يبقى في منظومه واضحه لمكافحه الفساد. منظومه يعني انا كنت عملت في كتاب مشروعات العبور، عملت جزء باسم منظومه مكافحه الفساد، فيها بنود كتيره جدا ممكن نتكلم على البنود الرئيسيه فيها. البنود الرئيسيه دلوقتي احنا عندنا طبعا فيها شق اللي هو الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وما شابه، لكن احنا عندنا الشق بقى اللي هو الاقتصادي والفساد المالي واللي هو بيسموه إدارة المال العام وما شابه. يعني المفروض ان يبقى جرائم المال العام لا تسقط بالتقدم، دي اول حاجه. المفروض ان هي تبقى تهمه مخله بالشرف ومسقطه للحقوق السياسيه، ما يبقاش النهارده واحد اختلس مليارات او تربح او والنهارده يجي بعد كده بيتصالح بغرامات هزليه، يبتدي يجي بعد كده المليارات موجودة معاه بيقدر يتصرف فيها، يبتدي يعمل حزب سياسي، ممكن يرجع الحكم تاني، ممكن دي كلها يعني المال المتحصل من الفساد في العالم كله مفروض بيتم تتبعه ومصادرته. ده ما بيحصلش عندنا، لان احنا عندنا هم مش عايزين يفعلوا منظومة حقيقية لمكافحة الفساد. عشان يفعل المنظومة ديت من المنبع قبل ما تخرج ونبدأ نتتبعها فيما بعد. بالظبط. ولازم الرقابة زي ما قلت لحضرتك لازم تجيب بنود رئيسية، ان هو لازم دي لا تسقط بالتقدم، وفي نفس الوقت مسقطة للحقوق السياسية، وفي نفس الوقت ان هي
يبقى في بقى الإجراءات بتاعة التتبع بتاعتها، ويبقى في تجريم لشهادة الزور، يبقى في تجريم للفساد برضه، تبقى لا تسقط بالتقادم ومسقطة للحقوق السياسية ومسقطة للجنسية كمان وما شابه. فهي منظومة كاملة طبعا صعب ان انا استعرضها في عجالة، لكن دي بتعمل الحد الأدنى المطلوب لمكافحة الفساد في مصر، لأن دي ضرورة أساسية. دي هتحقق الاستقرار الاقتصادي لما يبقى فيه الأطر موجودة وإن مكافحة الفساد موجودة. ده هيقلل زي ما بيقولوا الضغط الاجتماعي اللي موجود، هيقلل الاحتقان الشعبي اللي موجود، لأن موارد مصر مهدرة. الفساد